لو انت بتشتري عقار، هو في فرق بين عقد البيع خالص الثمن وعقد البيع الابتدائي؟ في ناس كتير جدا بتشتري عقارات بالتقسيط، فالشخص البايع بيكتب للمشتري عقد بيع ابتدائي علشان لحد ما يخلص الاقساط، وبعد ما يخلص الاقساط بتاعته بيبدا يديله عقد بيع نهائي خالص الثمن. فهل العقد ده فعلا عقد نهائي يحتج بيه؟ الاجابه طبعا لا. العقدين في حقيقتهم هما الاثنين عقدين ابتدائيين. العقد ميبقاش عقد نهائي الا بالتسجيل قدام الشهر العقاري، او ان انت ترفع دعوى صحه ونفاذ عقد البيع اللي انت اشتريت بيه العقار. فبالتالي مفيش حاجه اسمها عقد بيع نهائي. والمعلوماتكم يا جماعه برضو، عشان في ناس كتير برضو بتسال في نفس السؤال، مفيش حاجه اسمها ان دعوى صحه التوقيع بتثبت ملكيه. دعوى صحه التوقيع ما هي الا دعوى تحفظيه على توقيع المالك. يعني ايه دعوى تحفظيه؟ يعني دعوة بتقول ان الشخص ده هو اللي وقع على العقد ده من غير ما يدخل في محتوى العقد. يعني هو ده توقيعه، توقيعه بدون دخول في تفاصيل العقد. كان عقد ملكيه، كان اقرار، كان ايا كان نوع الورقه اللي مضى عليها الشخص ده. فبالتالي لازم نخلي بالنا كويس جدا واحنا بنشتري العقارات وبنكتب العقود. يا ريت نعمل اشتراك في القناه ونعمل لايك، واستنوني في معلومه قانونيه جديده.